سلام البنات، مرحبا بكم من جديد في القناة. الفيديو ديال اليوم غادي نعطيكم الرأي ديالي في واحد الشوايه او بلانشا اللي خديتها قبل كورونا في مناسبة العيد الكبير نيت. جربتها بزاف ديال المرات واليوم جيت نقول لكم الرأي ديالي بكل صراحة. الوقت اللي خديتها ما كان حتى شي واحد داير ريفيو عليها في اليوتيوب، ودابا ملي قلبت لقيت الناس دايرين فيديوهات عليها وكيشكروها وعجباتهم. بالنسبه لي انا ما عجباتنيش، ما جاتنيش عمليه. الدور ديالها بحال شي مقله، غير هذه كتخدم بالضوء والمقله كطيب حسن منها. في هذا الفيديو غادي نجربها معكم في الشوا، حيت الاغلبيه غادي يشريوها على هذا الغرض هذا وهما كيبيعوها في هذه الوقيته هذه كتر. الا كنتو كتشوفوا هذا الفيديو ديالي لاول مره ما تنساوش تابوناو باش يوصلكم اي جديد. وإلا عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات قولوها لي في لي كومونتير، مازال عندي بزاف ديال الحوايج نجربهم ليكم. بالنسبه للمقاس ديالها، طول 51 سنتيم تقريبا نص متر، والعرض 25 سنتيم. وهذه هي باش كتحكموا في الحراره، فيها 5 ديال لي نيفو، وفيها هذا فاش كيهبط داك الزيت او الشحمه ملي كتذوب. فيها 2200 واط، يعني الواط ديالها شويه طالع، يعني ما يصلحش تخدموها بزاف ديال الوقت. تقريبا بحال الفران بحال السيشوار. والاسم ديالها غالكسيا بريميوم. هذا الوجه الثاني ديالها، الكرتونات تقدروا تلقاوهم حاطين على هذا الوجه او الوجه الاخر. الشوايه كتجي على هذا الشكل هذا، وهذا كان كيتحيد كامل، تقدروا تحيدوه باش تغسلوه. وكاين هذيك الثقبه فين كيهبط الزيت، وهذه هي باش كتحكموا في الحراره، كتلصق بحال هكا في الجنب. وهذا هو الخيط ديالها، ما طويلش بزاف، نقدروا نحيدوها هكا بكل سهوله. بالنسبه للحوايج اللي ما عجبونيش، ان في هذيك البلاصه اللي دايره فيها انا صبعي تما كيبقى يطرش الزيت، كيبقى يتلح فيه بزاف ديال الحوايج، وكيجي صعيب في التنظيف. خاصكم ضروري تشد شي موشوار ولا شي حاجه ودوزها تما كاينه. مهم هاد الحاجه ما عجباتنيش. بالنسبه للحاجه الاخرى اللي ما عجباتنيش، انكم كتشوفوا انها دارت اللون، يعني بحال تغير اللون ديالها. هذاك البلاصه اللي تغير فيها اللون هي اللي نورمالمون فيها الحراره بزاف، يعني البلاصه فين دايزه الحراره هي هذيك. بالنسبه اللي ما عجبنيش عاوتاني انها كتخدم غير في دوك البلايص، يعني لا حطيت شي حاجه الوسط اولا في الجناب بزاف ما غاديش طيب ليا بحال الا حطيتها في هذيك البلاصه اللي نورمالمون راها تغير اللون ديالها. انا غادي نجرب معكم هنايا شويه ديال الدجاج والكفته والكوتليت، وغادي تشوفوا كيفاش كطيبهم. انا هنا الدجاج درت له شويه ديال الزيت باش ما يلصقش بزاف. بالنسبه للكفته والكوتليت هادوك غادي يطلقوا الشحمه ديالهم، دونك داكشي علاش ما درتش ليهم الزيت. بالنسبه للحاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش بزاف انها كتبقى طفى، يعني كنرينقلها في واحد لو نيفو من بعد كطفى، وباش كتعاود عاد تسخن هذاك الوقت اللي كطفى فيه حتى شي حاجه ما كتبقى طيب، كتبقى تما كاينه جالسه حتى كنعاود نزيد في لا طومبيراتور الحراره، عاد كتعاود عاوتاني تشعل مزيان. هذه الحاجه اللي ما عجبتنيش انا بزاف كاع، يعني الحاجه كتبقى طيب كتبقى تجلس كطيب واحد شويه وتجلس عاوتاني وتعاود عاوتاني طيب وتجلس شويه. انا حاولت هنا انني غير نسرع الفيديو وما نقطعش لكم المراحل كيفاش كطيب.
كما كتشوفوا اول حاجه هي بحال غير الحاجه غير كتحرق، مازال ما بداهاش الطياب وغير كتحرق وكطيب غير من شي بلايص. يعني خاصكم ديما تبقاو تدوروا باش هي طيب لكم من جميع البلايص. ولكن باش كتبدا انها كدير واحد الطبقه اللي كتحرق، اللي نورمالمون كتجي بحال راه الحاجه مشويه، ولكن لا، هي غير بحال غير كتحرق هذيك الطبقه الفوقانيه ديال الحاجه، اما الطياب لداخل راه ما كيكونش طايب. بالنسبه ليا انا كنشوف بان مقله عاديه غادي طيب ليا احسن من اللي كطيب هذه. هنا وريتكم هاد القطيب حرقاتو غير شي شويه هكا من الجناب، وهذاك الوسطاني اللي قلت لكم انها راه ما كطيبش منه راه بقى تما بيض. شفتوا الحاجه دغيا كتاخد هذاك اللون ديال انها راه مشويه، ولكن هي راه ما كتكونش طايبه، راه من الداخل كتكون مازال ما طايباش، غير كتاخد اللون. يعني اكثريه انها كتحرق، وانا ما دايرهاش دابا في درجه حراره عاليه، دايرها غير في النص. بالنسبه هذا هو الريزولطا. يعني ما بغيتش نزيد نطيبهم بزاف، حيتاش اون فوا كنزيد الحراره كيبدا داكشي كيطرش بزاف وكيوسخ كاع، تقريبا غادي يوسخ لكم الكوزينه. دونك قررت انني نخليهم في هذا الطياب هذا، وغادي نكمل لهم انا الطياب في الفران الراسي. بغيت نوريكم غير كيفاش كدير لهم. الدجاج كما شفتوا راه ما طايبش، يعني محروقين غير من شي بلايص ولكن ما طايبش. كتلة حتى هو كذلك ما طايبش من الداخل مزيان، غير بحالا كتحرقهم، كدير لهم هذيك الطبقه على اساس انه راه مشوي. وهذه هي ملي ساليت. يعني بالنسبه للتنظيف سواء غادي ديروا الماء بارد وتشعلوا عليها وهو غادي تسخن من راسها لذاتها وغادي يتحيد داكشي، اولا ديروا لها ماء سخون. بالنسبه لي انا وصلت لنهايه ديال الفيديو، نتمنى يعجبكم. بالنسبه لي انا ما عجبتنيش، يقدر ياخذها شي شخص اخر وتعجبه وتجيها عمليه. بالنسبه لي انا ما عجبتنيش. نتمنى يعجبكم الفيديو، والى كنتم مشتركينش في القناه اشتركوا باش يوصلكم اي جديد. بالنسبه لهاد الصور كانت صورتهم فاش يلا اول مره خديتها وجربناها. نخليكم تشوفوا كيفاش طيباتهم. بالنسبه لهنايا طريقه ديال اللحم ما طابوش، الكفته والدجاج شويه.